افتكروا دايما ان مفيش حد في الدنيا هيخاف على مستقبلكم وحياتكم اكتر منكم. مفيش حد في الدنيا هيبقى عايز يشوفكم ناجحين اكتر منكم. مفيش عين بتبقى عايزه تشوفنا احسن منها غير عين ابهاتنا وامهاتنا وناس قليله جدا في الدنيا معانا بتحبنا بجد. وافتكر دايما ان الحاجه اللي بتختارها سهله دلوقتي هتخلي حياتك صعبه بعدين، بس الحاجه اللي بتشتغل فيها دلوقتي وبتنجز فيها دلوقتي وبتتعب فيها دلوقتي هتخلي حياتك اسهل بعدين. ساعات كتير قوي بتبقى مشكلتنا ان احنا مش عارفين نبدا او مش عارفين ننجز الحاجه المعينه دي. مشكلتنا ان احنا بنبقى مش قادرين نبدا، مش جاهزين نبدا. مخنا مصور لنا ان احنا مش قد الحاجه دي، او ان انا هعملها بس مش دلوقتي. إن المخ بتاعنا متبرمج ان هو عايز يرتاح، دايما بيختار الراحه. يعني لو هو قدامه ان هو يذاكر عشان ينجح اخر السنه، او ان هو يقعد يتفرج على المسلسل دلوقتي، هو هيقعد يتفرج على المسلسل عشان هو عايز السعاده اللحظيه، الحاجه اللي هتريحه دلوقتي، اللي هتبسطه دلوقتي. التسويف او التاجيل هو اللي بيخلينا دايما نبص للسعاده اللحظيه، الحاجه اللي هتبسطنا دلوقتي حالا حتى لو كانت هتاذينا بعدين. لازم نحط مخنا قدام الامر الواقع. دخلت اوضه شلت منها كل حاجه انا ممكن استخدمها غير الحاجات اللي انا محتاجاها للحلقه. يعني لو كده اللي هو مش هسيب نفسي لتفكيري وافكاري تموتني، فانا هقعد اعمل اي حاجه، فعلشان ما يبقاش قدامنا اي حاجه نعملها غير ان احنا نخلص الحاجه اللي احنا اوريدي عايزين نعملها. رابع حاجة بقى، ودي ناس كتير ممكن تعترض عليها بس بجد دي حاجة فعالة جدا. في حاجة معينة عايزين تعملوها وما عملتوهاش، تقولوا ان انا لو ما عملتش الحاجة دي في خلال الوقت اللي انا محدداه لنفسي ده، انا مثلا هطلع 200 جنيه او مثلا 500 جنيه ايا كان بقى. يعني الرقم اللي معاك، انا معايا دلوقتي 1000 جنيه، فانا هطلع 500 جنيه ثواب، هطلع 500 جنيه لحد محتاج لايا كان. بس يبقى عقاب بيضايقك علشان دايما دماغك تقول لا انا مش هروح للعقاب ده، تقيل قوي عليا، فانا هقعد اخلص اللي انا عايزاه وخلاص. اخر خطوه بقى، ودي الخطوه اللي بجد 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 بتخليني اقوم اكسر الدنيا، خطوة ان انا بتخيل النتيجة. لو خلصت مثلا المشروع بتاعي هكون بنجح وهكون بحقق اللي انا عايزاه، هكون شايفة نفسي وانا راكبة العربية بتاعت احلامي وانا قاعدة في البيت اللي نفسي فيه. الاختيار بتاعك، ما تستناش وقت مناسب، ما تستناش الدنيا كلها تكون مناسبة عشان تعمل الحاجة الفلانية. ابدأ دلوقتي، ابدأ من اي وقت، من اي يوم، من نص الاسبوع، من اخر الاسبوع، من الساعة 12، من الساعة 11 57، من الساعة 1 38، ايا كان الرقم وايا كان البداية. هتبدأ منين؟ ابدأ وانت مش جاهز، ابدأ وانت مش قادر، ابدأ وانت تعبان، بس ابدأ دلوقتي علشان ما تندمش بعدين.